السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دايما مع وصفات ولمسات زهرة اليومية، ان شاء الله تكونوا كاملين بألف خير اينما كنتم. اليوم حبيت نشارك معكم وصفة طاجين جبن باللحم المفروم، جد روعة تهبل هاد الوصفة وسهلة في تحضيرها ما شاء الله. تبعوا معايا. هنا عندي المقلة تاعي راح نحضر فيها اللحم المحرحي تاعي. حطيت فيها شوية زيت، حطيت فيها مغرف تاع زبدة ندوب هذيك الزبدة كامل. هنا عندي حبة بصل كبيرة كنت قصيتها، عندي سنة تاع توم، عندي معدنوس. قليهم مليح في هذاك الزبدة، هذيك الخليط تاع الزبدة والزيت. ونحط اللحم المفروم تاعي بعد ما يتقلى هذاك البصل تاعي يتقلى مليح مليح. نحط هنايا، حطيت هنايا حوالي هنايا 350 غرام تاع لحم المفروم. انا راح ندير هذه اللي ترحي بها البطاطا. راح تساعدني مليح، ما تخليليش هذاك اللحم تاعي يتكعبر يعني يتكتل. شوفوا بعد ما تفتفت هذاك اللحم تاعي حطيت له الفلفل الاسود والملح، الفلفل حار راح يمد لي نكهه روعه لهذا اللحم تاعي. هنا انا ما نقدرش نستغنى على الفلفل الحار. نقليهم مليح، نقلي هذاك اللحم تاعي نقليه مليح مليح ونكمل يعني. وكل مره نفتفتو بالملعقه باه ما يتكعبر ليش يعني يتكتل، وخليه يطيب على غرضه حتى ينشف كامل. انا جبت هاد الغيسيبيون تاعي راح نفرغ فيها هذاك اللحم المفروم تاعي بعد ما طاب وتقلى، تقليته مليح وطاب في غرضه يعني نقصت عليه النار، خليته خرج كامل هذاك الماء اللي فيه وطاب فيه. هنا هذاك الزيت اللي قليت فيه الفيونداشي تاعي ولا اللحم المفروم راح نقلي فيه حبه بصل، سنه تاع توم، وهنا زيتون مقصوص كنت غليته مليح، فلفل اسود والملح. قلي فيه مليح مليح هاد المكونات اللي حطيتهم ونخليهم يتقلوا على غرضهم. حندير بها هذه صوص اللحم، عفوا الطاجين الجبن. صوص بيضاء بالزيتون، هنا اليكم الاختيار، كاين اللي حاب يديرها بالشامبينيون ولا بالزيتون. هنا بعد ما برد تماما هذاك اللحم المفروم تاعي حط له هنايا 3 حبات بيض. عندي هنا حبه بيض نحيت منها الا صفار خليت البياض راح نحتاجه. هنا البيض تحطوا حسب الحاجه حسب الكميه اللحم اللي عندكم. حطيت كذلك كريمه سائله، حطيت نص كعبه قارص يعني العصير تاعها. هنا حطيت المطارد لكن اليكم الاختيار اللي حب يحطه ولا ما يحطوش. ونزيد شويه فلفل اسود وملح. هنا باه يجيني اللحم المفروم تاعي يعني لهنا طاجين الجبن تاعي يجيني مالح وبنين. نخلطه مليح ونجيب هنايا لومول تاعي اللي يدخل الفور، دهنته مليح بالزبده، والفور تاعي ديجاني شعلته من قبل. نستف هذاك اللحم المفروم تاعي في هذاك البلا ونحطه يطيب حوالي 15 دقيقه يعني جوست ما ينشف هذاك البيض تاعي. هنايا راح ندير صلصه الجبن اللي هي عندي هذاك البيضه اللي كنت خليتها، وعندي فرماج مثلثات. راح نحط كذلك شويه كريمه تاع سائله. هنا كلش في يديكم، كلش عينكم ميزانكم، اليكم الاختيار في هذه الطريقه. هنا عندي كذلك جبن ابيض تاع العلب، نميكسيه مليح بالبراميكسر ونتحصل على يعني قوام كريمي جد رائع. هذه هي صلصة الجبن اللي حنستعملها في طاجين الجبن تاعي. شوفوا هنا بعد ما تماسكوا نشوف هذاك البيض تاع طاجين الجبن، راح نحط فوق منه هذه كريمة الجبن ونرجعها يعني حوالي 10 دقائق، 5 إلى 10 دقائق حسب الفرماج اللي عندكم. يكون طاجين جبن تاعي واجد يشهي بنين يهبل. هذه الوصفه استحفظي بها ان شاء الله للشهر الكريم. روعه هذه الوصفه تهبل وتشهي من لمسات زهره القلميه. شوفوا هنا لاصوص تاعي بعد ما مرقتها تقلات مليح ومرقتها ونشفت، حطيت لها القارص وحطيت لها قرن فلفل حار وطفيت عليها. هنا هاو طاجين جبن تاعي بعد ما طاب وتماسك. شوفوا هذيك يعني كريمه الجبن كيفاه نشفت وعطتني واحد القوام جد رائع لطاجين جبن تاعي. شوفوا هنايا العلو تاع طاجين جبن تاعي يعني راهو في المستوى يهبل ما شاء الله. هذا هو طاجين جبن تاعي، هاو هنايا شبحته لكم في صحن التقديم ما شاء الله عليه. دائما نقول لكم ونعاود لكم من لمسات زهره القلميه. انا دائما هنايا الوصفه ونحب نمد لها اللمسه تاعي. هنا زينتها من الفوق بالفرماج تاع لي همبرجر، عطاني منظر جد رائع لطاجين جبن تاعي. شوفوا هذيك صوص تاع الزيتون تهبل، صوص بيضاء ما شاء الله عليها. هنا زينت
الطاجين جبن تاعي بالقارص والمعدنوس، يعني منظر يشهي ما شاء الله. نتمنى من حباباتي يجربوا الوصفة ويخليوا لنا تعليق في الصفحة تاعي. كذلك نتمنى من المتتبعين يتابعوني على قناتي في اليوتيوب باه يجي يوصلكم كل جديد من لمسات زهرة القلمية. هذا هو طاجين جبن تاعي لنهار اليوم، ساهل خفيف وبنين ومالح وبنين كذلك يشهي ويهبل ما شاء الله عليه. شوفوا هذاك القوام، شوفوا كيفاه متماسك، الله الله بنا منظر شكل ولا اروع. نقول لكم ونعاود لكم حباباتي دايما مع وصفات ولمسات زهرة القلمية. ما تبخلوش علينا حباباتي بكومنتير في الصفحة تاعي ولا على قناتي في اليوتيوب. نخلي حباباتي على ألف خير، نتلاقاو في فيديوهات أخرى بإذن الله. سلام.